يا جماعه بالله عليكم اتعلموا ترموا الحاجه اللي ادمت. يعني مش كل حاجه هتقعد تقول لي هتنفعني بعدين وتفضل مكركب فيها لحد ما البيت يتحول لمتحف ذكريات فاشله. الوسواس القهري بتاع هتنفعني بعدين ده للاسف موحش كميه بيوت غير طبيعيه. لا بكره جه ولا استخدمناها ولا عارفين هي فين اصلا دلوقتي في وسط زحمه الحاجات اللي احنا محتفظين بيها، والنتيجه كركبه. كركبه في كل ركن، في كل درج، في كل عقل. كركبه. يا جماعه الشقه لما بتتنفس انت كمان بتتنفس. مفيش طاقه ايجابيه هتخش بيت فيه 3 خلاطات بايظين و5 كوبايات ناقصين وبرطمان متشال من ايام لويس ال19. طب ادم جدد. ادم جدد، هات جديد، هات غيره. طول ما انت ايدك في الشقه بتعيش اكتر وبتبقى شكلها احسن واجمل. بس بلاش كل ما حد يجي يقول لك ارموا دي تقول حرام دي غاليه. يا باشا غاليه ايه؟ دي اتكسرت من 2014 2025. مش فيك يا معود. في الاخر الجمال مش في كتر الحاجه، الجمال في ان كل حاجه موجوده في مكانها وليها استخدامها. بمعنى انك تبقى قاعد كل اللي حواليك له لازمه. بص حواليك كده، لو لقيت حاجه ملهاش لازمه ارميها. يلا بسرعه، سلام.